الناس غير عبد العزيز بص شديد مفروض. احكي لي اللي حضرتك شفته. تجزيرة وظيفتي رئيس وحدة مدرسة الجامعات الثانوية الصناعية. احكي لي وصف لي شو حصل بالضبط احنا فاتحين على صراخ الدولي الاسعاف. فجينا نيجي على المستشفى لقينا الاسعاف تتحول عبارة عن واشلاء لاطفال لا يتعدى عمرهم عن 6 سنوات. واللي حصل بالضبط ان احنا ابتدينا ان ايه نسعف اللي قدرنا نسعفه عبارة عن 10 جثث بعثناهم مستشفى الجامعة. عبارة عن 10 أطفال كانت فيهم الروح يعني أحياء بعثناهم مستشفى الجامعة الطيور. أما هنا كانت هي عبارة عن 51 جثة فيهم السواق والتباع والأبلة بتاعت الأطفال. الجثث عبارة عن يعني غير بين المعالم بتاعتها. عرفت الجسم عن طريق الفلنات الداخلية للأطفال لأن اللبس بتاعهم كان موحد زي بتاع الدراسة بتاعهم موحد. فكانت بتيجي الأم أو ولي الأمر يعرف الجسم عن طريق الملابس الداخلية. علمنا جميع الجثث إلا جثتين مجهولة الهوية لغاية دلوقتي محدش عرف. ده كل اللي حصل. شكرا. وطبعا وجاء المحافظ ومدير الامن ونواب المحافظ وجميع الدكاتره يعني الناس المسؤوله كلها كانت في المستشفى ومدير الامن ومساعد مدير الامن. جه امتى المحافظ؟ ها؟ جه امتى المحافظ؟ جاء النهارده من شويه. عشان الحادثه بتاعت امبارح ولا حادثه القطر؟ لا جاء في الحادثه بتاعت امبارح وجاء في الحادثه بتاعت النهارده. وفوق سكرتير المحافظ ومدير الامن والنائب العام المحامي العام وجميع رؤساء النيابات. المستشفى فوق ده حاجة. وامبارح كان في حادثة تاني برضه. بيت وقع على 5 أشخاص. 6 واحد حي وال5 توفى. ربة البيت بأولادها ال3. والشاب كان داخل البيت مع ولده. يعني حضرتك الدم ده اللي بتاع الجثة؟ ده بتاع جثة الصوت. الله يرحمه. جريدتين انت ستة. لا صحافة حرة. ها؟ اصبح البلد. اصبح المسؤولين. لكن انتوا ما بتعملوش حاجة. لا بنعمل. لا بنعمل بس هما بيكتبوا. انا مع الشغل انت عارفه الصعيد ما عارفه الصعيد ده مش حتى بس ده حوادث في الصعيد ما حدش يسال عنها. محدش سأل ايوه لو بحري في اسكندريه ولا في مصر ولا في اي حاجه كل الدنيا خربت انما هنا بوظه. يا ريت تخش كمان المركز تصور الناس اللي صور الناس دي في ناس ثانيه هتموت العفانه دي. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. زباله قدام البيوت وجرف ومستشفيات جرف وعيادات جرف ودكاتره. هي المستشفى دي تعمل خالص هي تعمل المستشفى. بس برضه ربنا يوفقك. مدينه هم بس كان يعني يا ريت عملوا احسن عمل يعني المدينه دي يعني مركز المفروض بالدنيا يا عم الحاج محمد كانوا هو عملوه. عواريك الزباله اللي في الشوارع واللي في شغالين نمطرة والراجل انت بالنصر يا الشيخ عند بالنصر عند الجامعه بالنصر مستشفى في حد لا هناك يا مسؤولين الصحه جنب بس المستشفى ما عرفش عنهم حاجه. المستشفى تقدر تشغل علاج فيها امكانيات انك تشغل حاجه كل ما عوض المستشفى اصلا ما فيهاش امكانيات ان واحد تعبان والبياعين الاطفال الاطفال حالتها في جايه مقطعه ولا الجثث مقطعه خالص.